16 غشت 1972 الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه كان مولي مدينة برشلونة متوجها إلى مطار الرباط. الطائرة كانت غادي تقلع مع 2:30 نتاع العشية، كان راكب فيها هو وأخوه مولاي عبد الله و60 من الحاشية نتاع الملك بقيادة الطائر القباج. موراها بدقائق تنطلق 6 نتاع الطائرات من قاعدة القنيطرة مقاتلات من نوع F5. 3 نتاع الطائرات كانوا مسلحين كان يقودهم كل من القويرة واليوطنو زياد. الهدف كان هو اسقاط الطائرة الملكية وانهاء حياة الملك، والمخطط الاول نتاع هذا الانقلاب كان هو الجنرال محمد أوفقير. اما الطائرات الاخرين الغير مسلحة ما كانش في اخبارهم باللي غادي ينقلبوا على الملك. قالوا لهم من الملك غادي يجي داخل المجال الجوي تاع المغرب غادي تحميوه في السماء. قرام بقى في برج المراقبة نتاع القاعدة الجوية نتاع قنيطرة. اما الجنرال محمد أوفقير بقى في مقر القيادة العليا للجيش. غير دخلت الطائرة نتاع الملك للمجال الجوي نتاع تطوان تعرضوا له 3 نتاع الطائرات دوك الغير مسلحين اللي قالوا لهم غادي تحميو الملك. من بعد الكولونيل القويرة امر الطائرات الثلاثة باش يتنحاو ويبداو الطائرات الثلاثة الاخرى المسلحة باش يطيروا على الطائرة الملكية. القويرة من جا يضرب وقع له شي عطب في الطائرة. هنا غادي يتقدموا دوك 2 طيارات اللي بقاو نتاع بوخالف وزياد ويبداو يطيروا في الطائرة نتاع الملك. هذا الشيء اللي خلى الطائرة الملكية تصاب بأضرار وثقوب وخسروا لها 3 نتاع المحركات. القويرة من شاف كاع الجهد ديالو دارو غير باش الطائرة نتاع الملك طيح ويموت الملك الحسن الثاني، والطيارة ما طاحتش ما فهم والو. من شاف المحاولة الانقلابية باللي راها غادية للفشل فكر باش ينتحر، قال ننتحر حسن قبل ما يقبضوني. المهم من بعد تراجع وهبط بالباراشوت لمدينة سوق الاربع. تما غادي يلقى الدرك الملكي في الاستقبال ديالو وغادي يديوه نيشان للقصر. من بعد غادي تنزل الطائرة نتاع الملك في مطار الرباط سلا. شي واحد من الداخل خبرهم باللي الملك الحسن الثاني راه عاد حي واتجهوا نيشان للقصر وبداو يضربوا فيه. تقتلوا شي 8 والجرحى تقريبا 100. اما الملك الراحل الحسن الثاني قدر يهرب في اللوطو نتاع احد موظفات المطار وجه نيشان للقصر تاع الصخيرات. اما خوه الامير عبد الله تخبى في واحد الدار نتاع واحد الفلاح غير حدا المطار. من بعد عاود تا كاين شي واحد خبرهم باللي الملك توجه للصخيرات واللي خبرهم غالبا يكون أوفقير. محمد أمزيان واليزيد قدروا يهربوا بالهليكوبتر لجبل طارق ومن بعد تسلموا للسلطات المغربية. من بعد ضرب الجنرال عبد السلام أولو باريس حصار على القاعدة الجوية بالقنيطرة ومعاهم دبابات، وامروا كاع اللي في القاعده قالوا لهم طيحوا في الارض وعطاو امر باش الدبابات تفوت فيهم. لو كان ما تدخلش الكولونيل اليوزي وكان راه كاع اللي في القاعده مات. وفقير هرب من المطار ومشى للقياده العامه وقال احد الجنرالات روح للقاعده الجويه نتاع القنيطره وذبح كل شيء. قال له ما تخلي حتى اطار باش ما نتفضحوش عند الملك. ولكن ديك الوقيته كانت طفرت. القويره كان ديجا نزل في مدينه سوق الاربع وقبضوه الدرك الملكي وداوه للقصر وعاود لهم من اتل زيد وقال لهم باللي الجنرال أوفقير هو العقل المدبر الاول تاع هذا الانقلاب. اما عن السبب اللي خلى الجنرال محمد أوفقير ينفذ الانقلاب ديالو على الملك هو كما اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام: لو ان لابن ادم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديان من ذهب ولن يملأ فاه الا التراب. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اخوتي هذا هو السبب. يعني الانسان كان يكون يحكم مدينه يبغي يحكم بلاد، وكان يكون الرجل الثاني في الدولة يبغي يكون هو الرجل الأول في الدولة. يعني هذا هو السبب أخوتي اللي خلى الجنرال محمد أوفقير يبغي ينقلب على الملك الراحل الحسن الثاني. يعني الطمع بغى يحكم دولة، لأن في ديك الوقيته السنوات اللي سبقت كانوا الملكيات نتاع بعض الدول العربية صرا لهم انقلابات بحال ليبيا ومصر والعراق. بانت له باللي ساهله وبغى هو يولي رئيس جمهورية بحال كي وقع للقذافي. اما على الموت ديالو فكل روايه واش تقول. كاين اللي يقول لك قتلوه، كاين اللي يقول لك قتل روحه، والحقيقه يعلمها الله سبحانه وتعالى. اما المحاكمه نتاع المشاركين في الانقلاب تحكم بالاعدام على 11 واحد: امقران، القويره والعربي، بوخالف،
زياد واليزيد، القاسمي والمهدي، كامون والبحراوي وبينوا، و180 شخص خرجوا براءة. خوتي الجنرال محمد أوفقر راه كان اليد اليمنى للملك محمد الخامس ثم للملك الحسن الثاني رحمة الله عليهم، وكان يبين لهم باللي راه يبغيهم، وفي التالي انقلب على الملك الحسن الثاني باش تعرفوا هاد النوعية من البشر كي دايره. درك غادي نخليكم مع التصريح نتاع الملك الحسن الثاني من سولوه الصحافة الفرنسية على واش الجنرال أوفقر كان عنده يد في الانقلاب نتاع 1971. Toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question comment allait mourir Hassan II. وهذا الانقلاب نتاع أوفقر والانقلاب اللي قبله نتاع 1971 كيتبين باللي اللي مسير هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وباللي إرادة الله فوق إرادة البشر. وهنا خوتي تكمل الحلقه ديالنا نتاع انقلاب أوفقر. ما تنساوش ديروا لنا لايك وديروا لنا كومونتير وتشتركوا في القناه وتتابعوني على الانستغرام وتتابعوني على التيك توك. تحياتي.